السلام عليكم. النهارده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. النهارده هنعمل صينية روان. اول حاجه هنجهز الشربات بتاعها. معانا كوبايتين سكر، كوبايتين ميه، الشربات بقى هتغلي شويه وهحصر عليها ليمونه. ودلوقتي هنجهز المقادير بتاعت الروان. دلوقتي هنحط البيض والفانيليا والزبادي والزيت والسمنه في الخلاط. المقادير الجافة، البسبوسة والدقيق هخلطهم مع بعض هنا. معايا 4 بيضات، هحطهم واحط معاهم الفانيليا كيسين فانيليا والزيت والسمنة والزبادي، علبتين زبادي. هضربهم في الخلاط وارجع لكم تاني عشان الدوشه. الميه ابتدت تغلي معانا، هعصر عصير ليمونه فيها واسيبها بقى لحد ما تبقى شربات. بقى هبتدي اعمل خليط الروان. معايا كيسين بسبوسه ومعايا كوبايه دقيق. هحط كيس بيكنج باودر وهحط معايا الدقيق. اخلطهم مع بعض كويس. واروح اصب عليهم الخليط اللي خلطته في الخلاط. علبتين زبادي ونص كوبايه زيت وكيسين بيكنج باودر و4 بيضات. اخلطهم كويس كده. خلطتهم كويس خالص. دهنت الصينيه معلقه سمنه وعفرتها بدقيق. هصبها دلوقتي في الصينيه. انا كنت مسخنه الفرن يسخن من بدري، دلوقتي هدخل معاكم الصينيه الفرن. معاكم الصينيه في الفرن. خلاص صينيه الروان استوت وطلعتها من الفرن. دلوقتي معايا سكينه هعملها كده، هحاول اعمل فيها فتحات عشان لما اسقيها بالشربات تشرب الشربات على طول.
معايا الشربات استوى وتقل معايا، هسقيها بيها. هي بتشرب الشربات على طول.